أصدرت السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق سامي الفهري مدير تلفزيون خاص اشتهر ببث برنامج سياسي ساخر ينتقد رموز حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم. وقالت محامية الفهري إن القضاء أصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق موكلها من دون استدعاء المتهم أو محاميه، ما يمثل خرقا للقانون. فيما قال سامي الفهري إنه اضطر تحت وطأة ضغوط حكومية أو الحكومة إلى إيقاف بث البرنامج. تعليقا على الموضوع ينضم إلينا نوفل ورتاني، إعلامي ومقدم برامج في تلفزيون التونسية. سيد الورتاني، ماذا يحدث في كواليس الإعلام التونسي؟ ماذا يحدث أمر غريب بالنسبة لكل أسرة التونسية والأسرة الصحفية. تعتبر أننا في طريق دكتاتورية جديدة، ودكتاتورية بعباءة غريبة، عباءة المقدسات، عباءة إسلامية. ماذا يحدث مثلا ما حدث مع قناة التونسية في البدء، بما أن كنا القناة الأولى في رمضان، الأولى في نسبة المشاهدة، تم الدعوة إلى بيت الطاعة، بيت الطاعة للحكومة أو للنهضة. عندما تكون حتى صحفي يعني مورد، فإنك عندما تدخل بيت الطاعة لحركة النهضة فإنك تصبح صحفي نظيف. ولما قلنا أننا على حياد، فإنه حركة النهضة تعتبر من ليس معي فهو ضدي. بدأت الضغوطات ثم انتهت بفبركة يعني دائرة الاتهام. قرأت ملف 3000 ورقة في يوم واحد، وفي خرق واضح للفصل 114 تمت إصدار بطاقة الإيداع التي نعتبرها ضربا لحرية التعبير ولحرية برنامج تم إيقافه. ثم طلب من سامي الفهري تكذيب أنه تم الإيقاف، ولما رفض في ظرف 24 ساعة تم إصدار بطاقة الإيداع. والضغط هذا جاء من الحكومة مباشرة. ولكن سيد نوفل، يعني ماذا يخيف الحكومة من هكذا برنامج، وهو طبعا ليس ببرنامج جديد على الساحة التونسية؟ ما يخيف الحكومة يعني تخيل أنه أهم كل الوزراء تقريبا ينقضون هذا البرنامج وغيره. وزير التشغيل في ظرف 24 ساعة وزير التشغيل لم يشغل واحد مواطن واحد بعد الثورة. ثم تحدث عن الصحافة وعن الفاسدين. وزير الحقوق الإنسان، وزير الصحة، وترك الكوارث في الصحة، ثم أخذ ينقض برنامج الجنيون. كل الناس تنقضه لأنه نوع من المقدسات، نوع من السمع والطاعة التي تريد أن تفرضها الحكومة على الساحة. وكل من سيسكت على هذه القضية فإنه الدور آتي لا محل. طيب، برأيك ما هي النقطة التي ربما جعلت أطراف في الحكومة تتصرف بهذا الشكل؟ ما هي النقطة التي ربما حولت من قيمة هذا البرنامج إلى ضرورة إيقافه؟ هو هذا البرنامج وكل توجه القناة. الحكومة تصرفت مع قنوات أخرى، جلبتها إلى بيت الطاعة وتناست كل الماضي الأسود لبقية القنوات، لأنها أصبحت يعني في صف النهضة، في صف الحكومة. أما مع قناة تونسية عندما طلبنا أن نكون محايدين بعد دعوات من الحكومة بأن نذهب في اتجاه معين، قلنا نحن محايدين. فكان هذا الاتجاه أولا لأنه نسبة مشاهدة البرنامج كبيرة جدا، ويبدو أنها حسب ما قال السيد وزير الصحة مؤخرا يعني تمحي نوع من القداسة التي يريدون إضفائها على زعماء النهضة أو مسؤولي الحكومة. شكرا لك نوفل ورتاني، إعلامي ومقدم برامج في تلفزيون التونسية. قالت مصادر أمنية باكستانية إن هجوما شنته طائرة دون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد تكون قد قتلت بدر الدين حقاني القائد الميداني لشبكة حقاني أثناء الهجوم الذي شن الأسبوع الماضي في منطقة شمال وزيرستان.